تفاجأت الجماهير الجزائرية بخبر صادم بعدما استمرت لعنة الإصابات في ضرب صفوف المنتخب الوطني، حيث انضم حارس المرمى لوكا زيدان لقائمة الغائبين عن المباراتين الوديتين أمام زيمبابوي والسعودية. وأكد الاتحاد الجزائري لكرة القدم غياب زيدان بسبب إصابة في العضلة الضامة، مع إعفائه من مواصلة التربص لتفادي تفاقم الإصابة، خاصة مع اقتراب منافسات كأس إفريقيا بالمغرب. وفي ظل هذه التطورات، قرر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش استدعاء حارس شباب قسنطينة زكريا بوحلفاية ليحل بديلا ويثبت نفسه أمام الطاقم الفني. وأثارت هذه الإصابات المتتالية جدلا واسعا بين الجماهير، حيث انقسمت الآراء بين من يرى أنها إصابات زائفة لتجنب المباريات الودية، ومن يعتقد أن بيتكوفيتش يختبر عناصر جديدة، وآخرون اعتبروا أن المنتخب بات بلا رقيب وأن كل لاعب يسير حسب هواه. بينما طرح آخرون تساؤلات منطقية حول سبب ضم اللاعبين المصابين أصلا، ولماذا لم يتم تعويضهم إلا في حالة زيدان. وزاد الغموض بعد ملاحظة الجماهير تأخر التحاق رياض محرز بالتربص رغم إقامته في جدة، وبهذا يكون المنتخب قبل المباراتين قد سجل 4 إصابات، وهي لوكا زيدان، محمد أمين توغاي، فارس شايبي، ورامي بن سبعيني. ويبقى السؤال: ما رأيكم في هذه الإصابات المتتالية وتأخر التحاق رياض محرز؟ وهل فقد بيتكوفيتش السيطرة على المجموعة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد.